بداية الرحلة. السعودية، فبراير 2006. في مطار جدة، الطيارة اللي جاية من مصر نزلت، وإبراهيم نزل معاها هو وفوق كبير من المصريين عشان يركبوا الباص يوديهم المدينة ويقضوا العمرة. إبراهيم كان راجل هادي بطبعه، طويل شوية، أبيض وعينيه لونها عسلي، شكله يديك إحساس بالقوة. عنده 31 سنة، ساكت أغلب الوقت ومش بيحب الكلام الكتير ولا الاختلاط. وهم طالعين الباص إبراهيم لاحظ إن في شوية من شباب متجمعين وبيساعدوا ست كبيرة في السن تطلع، بس كان باين عليها التعب ومش قادرة تقف على رجليها لأنها مصابة بشلل نصفي. الشباب دوروا على الكرسي المتحرك بتاعها لكن اتفاجئوا إنه مش موجود، والظاهر إنه ما وصلش معاها في الطيارة. الست زعلت قوي وحست بالعجز، لا قادرة تمشي ولا حتى تطلع الباص. إبراهيم سمع الشباب وهم بيقولوا إنهم مش لاقيين الكرسي. من غير كلام نزل بهدوء وراح للمسؤولين وطلب منهم يوفروا للست كرسي متحرك لحد ما توصل المدينة، لكن الرد كان رفض. قالوا له إن الكرسي مخصص بس لكبار السن جوه المطار وما ينفعش يطلع بره. إبراهيم اتعصب ورجع للشباب وساعدهم يطلعوا الست الباص، وقبل الباص ما يتحرك نزل إبراهيم تاني، خد كرسي متحرك من المطار وطلع بيه على الباص. السواق خاف يتحرك وقال له لأ، أمن المطار ممكن يوقفنا. إبراهيم رد عليه بحزم: سيبك منهم واتحرك وأنا هتحمل المسؤولية الكاملة. الموقف كان رجولي وجريء، وكل اللي في الباص انبهروا بشهامته. الست الكبيرة بصت له بعين مليانة امتنان وقالت له: شكرا يا ابني، ربنا يخليك ويوقف لك ولاد الحلال. إبراهيم ابتسم وقال لها: متشكرين يا أمي، أنا زي ابنك ومعاكي طول الرحلة، لو احتجتي أي حاجة هتلاقيني جنبك. قالت له: بحب ربنا يحفظك، تعالى اقعد جنبي. ضحك وقال لها: يا سلام، ده شرف ليا. قعد إبراهيم جنبها وفضلوا يحكوا مع بعض طول الطريق، أكتر من 4 ساعات. ومن الكلام عرف إن الست جاية تعمل عمرة مع بنتها سلمى، دكتورة شغالة في الرياض، وهتقابلها في المدينة وبعدين يروحوا سوا مكة. أول ما وصلوا المدينة إبراهيم والشباب نزلوا الست بالكرسي المتحرك، وهناك شاف بنتها سلمى لأول مرة. سلمى كانت عندها 28 سنة، جميلة وبشرتها بيضة، طويلة شوية وملامحها هادية ورقيقة. إبراهيم بصلها بإعجاب وقال لها: ازيك يا دكتور، ماما طول الطريق بتحكي لي عنك كلام حلو قوي. سلمى ابتسمت وقالت له: الله يسلمك، لا دي ماما بتحبك جميلني عشان بتحبني. الست ضحكت وقالت لها: طبعا، 4 ساعات وأنا بحكي عنك، هو أنا ليا غير القمر ده؟ سلمى ابتسمت ابتسامة خفيفة وخدت أمها وطلعوا الفندق. بعد شوية مسؤول الفوج قال لهم إن هيتحركوا على المسجد النبوي. وأول ما الناس نزلت جنب الباص إبراهيم جري مسك الكرسي المتحرك وفضل معاهم طول الطريق. سلمى كانت بتتكلم معاه على قد الشكر بس، من غير كلام زيادة، وإبراهيم برضو كان محترم جدا، مفيش أي تجاوز أو محاولة كلام زيادة، ورغم إنه ملازمهم طول الوقت عشان يساعد الست في أي حاجة. قعدوا في المدينة 3 أيام، وفي صباح اليوم الرابع كل الناس نزلت جنب الباص عشان يتحركوا على مكة. إبراهيم كان واقف بيبص يمين وشمال وبيدور على الست وبنتها بس مش لاقيهم. دخل الفندق يسأل عليهم، لا في الأوضة ولا في الفندق. الباص كان خلاص هيمشي، فضل يدور وفجأة الباص اتحرك وسابه. وقف محتار لحد ما قابله راجل من الفندق، قال له: الست الكبيرة تعبت بالليل والإسعاف جت خدتها هي وبنتها على المستشفى، وأنا الوحيد اللي شفتهم. إبراهيم من غير تفكير جري على المستشفى، وبعد ما عرف المكان من الإسعاف دخل وسأل في الاستقبال. قالوا له في أوضة في الدور التاني. طلع جري وقبل ما يوصل للأوضة شاف سلمى قاعدة بره وبتعيط. قال لها: السلام عليكم، ماما كويسة؟ قالت له هي بتمسح دموعها: وعليكم السلام، الحمد لله، السكر عالي شوية وجالها غيبوبة بس الحمد لله لحقوها. قال لها: الحمد لله، أقدر أساعدكم في حاجة؟ قالت له: شكرا، بس انت هنا ازاي؟ المفروض تكونوا في الطريق لمكة. قال لها: سبتهم يمشوا، ما قدرتش امشي وانا مش عارف انتوا فين. سلمى بصت له بإعجاب وقالت له: وحشاني جدعنة المصريين. ضحك وقال لها: ربنا يطمنا عليها. قالت له: ممكن أسألك سؤال؟ قال لها: اتفضلي. قالت له: انت ليه مهتم بماما كده؟ بقالك كام يوم واقف جنبها بشكل مش طبيعي. قال لها: تحب اقولك الحقيقة؟ ابتسمت وقالت له: بنشوف هنصدق ولا لا. قال لها: مامتك شبه امي قوي، الله يرحمها.
ولما شفتها في المطار وهي محتارة ومكسورة حسيت أمي قدامي. سلمى دمعت وقالت له ربنا يرحم والدتك ويجازيك خير. في اللحظة دي خرج الدكتور وقال الحمد لله الحالة مستقرة وتقدر تكمل عمرتها عادي، بس خليكوا جنبها وممنوع أي مجهود. إبراهيم قال له تمام يا دكتور، أنا هخليها ترتاح، شكرا ليك. الدكتور ابتسم وقال له ربنا يتقبل منكم، وقلت للحاجة تدعي لي عند الكعبة. قالوا له ألف شكر. إبراهيم بص لسلمى وقال لها أنا هروح أدور على عربية تودينا مكة. قالت له أنا معايا ريالات عشان أكيد أنت ملحقتش تغير. قال لها ما تقلقيش كله تمام. بعد ساعات إبراهيم رجع بعربية وركب الست وركب هو وسلمى معاها. الطريق خد أكتر من 6 ساعات. إبراهيم كان مهتم بالست جدا، وسلمى كانت بتبصله بانبهار، وهو طول الطريق ساكت لحد ما وصلوا مكة. نزلوا عند الفندق ساعدهم يطلعوا أوضتهم، وبعدها طلع أوضته يرتاح. وبعد ساعتين الساعة كانت 12 بعد منتصف الليل، الفوج اتجمع علشان يروحوا الحرم يعملوا العمرة. الست الكبيرة ما نزلتش وسلمى نزلت لوحدها. إبراهيم قرب منها وقال لها مساء الخير، ماما فين؟ قالت له ماما نايمة ما قدرش تنزل، واتفقت معاها إني أروح أنا وهاخدها هي بكرة إن شاء الله الصبح تعمل العمرة. قال لها تمام ربنا يقويها، عموما أنا في خدمتك وخدمتها. قالت له شكرا جدا لذوقك، والله أمي طول الوقت بتدعي لك. الباص اتحرك على الحرم الشريف، والرجالة في الفوج اتفقوا إنهم يحوطوا الستات أثناء الطواف. بس بعد شوية ومع الزحمة المجموعة اتفرقت، وفضل بس إبراهيم وسلمى لوحدهم. دوروا على الفوج كتير بس ما لقوش حد، فقرروا يكملوا سوا السعي بعد الصفا والمروة. بعد ما خلصوا وقفوا يدعوا عند الصفا والمروة. إبراهيم خلص دعاه ولف يبص لسلمى لقاها واقفة ودموعها نازلة من غير صوت. قال لها بهدوء يلا نطلع، الوقت اتأخر ومفيش حد يوصلك. خرجوا من الحرم وإبراهيم قال لها استريحي شوية قبل ما نرجع الفندق. عدى شوية وقت، بص لها إبراهيم وقال لها ممكن أطلب منك طلب؟ بصت له باستغراب وقالت له اتفضل، ممكن أتكلم معاكي نص ساعة أحكي لك اللي جوايا وبعد ما أخلص نمشي وتنسي كل اللي هقوله. قالت له مش فاهمة. قال لها أنا لوحدي هنا ومخنوق ومحتاجة فضفض، أرمي الحمل اللي جوايا على حد يسمعني. ابتسمت ابتسامة هادية وعينيها فيها لمعة طيبة. قالت له تمام أنا سامعاك. قعدوا جنب الحرم وإبراهيم بدأ يحكي. قال لها أنا اسمي إبراهيم، محاسب في شركة، كنت أعرف ستات كتير، حياتي كانت مليانة ذنوب، حاولت أبعد بس وقعت مع واحدة شغالة معايا، حبتني وسحبتني للغلط، ومن ساعتها واحدة ورا التانية لحد ما بقيت مستحل كل حاجة. ومع الوقت قلبي نشف وبقى قاسي في المعصية، بقيت حاسس إن أستاهل الموت. وسكت شوية وبعد كده كمل. قال لها بالصدفة سمعت عن رحلة عمرة في الشركة، قدمت جواز سفري من غير ما اهتم، ولما الموافقة جت وجيت ودخلت المسجد النبوي وما كنتش حاسس بحاجة، بس وانا واقف عند قبر النبي فجأة حسيت براحة. ولما جيت هنا ودعيت عند الكعبة الندم مسكني، حسيت اني محتاجة اعترف واطلع كل اللي جوايا. سلمى ابتسمت ابتسامة جميلة، قالت له انت طيب قوي وربنا اكيد هيغفر لك ويستجيب لدعائك. قال لها شكرا انك سمعتيني وانت ما تعرفينيش واستحملت كل ده، بس افتكر اللي اتفقنا عليه. قالت له هو ايه؟ قال لها من النهارده هوديك الفندق، ولا نعرف بعض ولا نفتكر اي حاجة عن بعض، وانا اتشرفت بمعرفتك، وانا كمان وعدي ليك هنفذه، يلا نمشي. الساعة بقت 4 الفجر. مشوا لحد الفندق وسلمى دخلت اوضتها وابراهيم دخل اوضته. الصبح ابراهيم نزل ساحة الفندق، لقى سلمى قاعدة في الريسبشن. بصت له نظرة فيها رغبة كلام ولمعة اعجاب، بس هو تجاهلها كأنه مش شايفها، خايف يضعف، خايف تكون ضحية جديدة. بالليل رجع الفندق لقى زحمة غير عادية، سأل واصطدم بالخبر، أم سلمى توفت. جري على الأوضة لقى سلمى منهارة قدام جثمان أمها، بكى وحاول يتمالك نفسه وفضل معاها لحد الصبح. وبعدها ساعدوه الشباب في نقل الجثمان لتلاجة الموتى بالمستشفى لحد ما يخلصوا التصريحات ويرسلوا الجثمان للمطار عشان تدفن في مصر. سلمى مسكت ايديه وبتترجاه بالله عليك خدني معاك مصر احضر دفنة امي. هديها وقال لها كلمي الكفيل وخدي اذن نسافر على نفس الطيارة. راحت ورجعت تبكي. قالت له رفض يسفرني وعايزني ارجع الرياض. قال لها ازاي؟
ده امك ازاي قلبه قاسي كده؟ طب اديني تليفونه وانا اكلمه. قالت له لا بلاش، ما تدخلش نفسك في مشاكل. قال لها ملكيش دعوه، انا هقنعه. ومسك التليفون وكلم الكفيل. قال له الو استاذ محمد. قال له مين معايا؟ قال له انا ابراهيم، كنت مع والدة الدكتورة سلمى في الفوج، وبستأذن حضرتك تسافر تحضر دفنة امها. ابراهيم قال له دي امها يا فندم. الكفيل قال له دكتورة سلمى عندها عمليات وحالات ولادة كتير، ازاي اقول للستات ما تولديش؟ لسه ابراهيم بيقول له انا بس. الكفيل قال له لا تتدخل في ملاهي عينيك، مصريين فيهم داء الحشرية. ابراهيم قفل الخط بعصبية. قال لها انا اسف بس ده مش بني ادم. سلمى انهارت من العياط. قالت له انا تعبت وسافرت واتغربت عشان ماما، ودلوقتي مين هيقف في دفنتها؟ قال لها ما تشيليش هم، انا هقف زي ابنها لحد ما الامانة توصل لصاحبها. قالت له بس انا نفسي اكون معاك. قال لها لو سافرتي هتخسري شغلك كله، وهو مش هيديكي اذن خروج. قالت له انا معايا جواز السفر بتاعي. ودموعها نزلت وراحت محطة الباصات وحجزت تذكرة رجوع للرياض. وهي طالعة الباص بصت له من الشباك وعينيها كلها دموع. إبراهيم لف وشه ودموعه نزلت ببطء، وقبل ما يخرج حس بإيد ماسكاه. لف لقاها سلمى. قالت له أنا جاية معاك. بص لها بحنية وقال لها وأنا معاكي للنهاية ما تخافيش. رجعوا الفندق، كل واحد دخل أوضته، وإبراهيم طول الليل بيفكر لحد ما جاتله فكرة. هيطلع تصريح الجثمان ويشحنه على الطيارة، وهياخد سلمى معاه بره لحد ميناء الضبا، ومن هناك يركبوا عبارة لمصر. إبراهيم كان على علاقة قوية بابن عمه أكرم، شغال في المينا. اتصل بيه وحكيله، وأكرم وافق يساعده يركب سلمى على أي عبارة رايحة مصر. واتفقوا إنه يوصل تاني يوم ومعاه سلمى، ويطلعوا على متن العبارة. لو مستنيين تعرفوا باقي الحكاية، استنونا في حكايات هنوش.